شلونكم يا بنات يا حلوات؟ تعال أخذكم جولة بمشترياتي للملابس للبيت والطلعة للصيف وللشتاء. مشترياتي كلها اشتريتها من بغداد. راح أذكر لكم الأسعار وراح أذكر لكم منين اشتريتها، وإذا فاتني شي ما ذكرت لكم إياه تقدرون تسألوني عليه بالتعليقات وراح أذكر لكم إياهن. اشتريت أول شي هذا السوت، هذا يجي هذا القميص بالياخة وياه هذا البنطلون الكريمي مالته. القميص أبيض بوردات بنفسجيات، بالحقيقة فاتح أكثر بس لأنه الغرفة ظلمة فطالعات غامقات. زين، يجي وياه المفروض شريط، هاي نسيت أدكمها، يجي وياه شريط بس أني شلت الشريط مالته كريمي، هو بيه مسحات كريمي مثلا هسه هذول كريمي إذا باينين بالفيديو أو ما مبينين. بنطلون كريمي ويجي وياه شريط لب كريمي اللي أنا شلته، ما أحب أستخدم شرايط لا للقمصان ولا للفساتين. فهذا أول سوت، السوت الجميل الرائع. قماشته خفيفة، ما أعرف ستن أو حرير، ما أعرف شنو نوع القماشة بس خفيفة كلش، مريحة كلش باللبس، كأنما يعني شي كلش خفيف مريح للاستعمال اليومي للدوامات. خلينا نشوف اللبسة الثانية بنات. هذه اللبسة الثانية، هذا همين سوت لونه وردي بالحقيقة بس الألوان ما طالعة واضحة بالفيديو، بالحقيقة لونه وردي وسخ. هذا السوت يجي وياه هذا القميص وهذا البنطلون نفس الشي. الحزام يعني هيك زيادة خير. ها عيني، يجي وياه هذا البروش، هذا كريستال هو من نوبي. ويا هذا الفيونكات، هذا الخطوط الأبيض اللي منطي طابع الرياضي. الفيونكات لما شفتهم بالسوق قلت بس أرجع للبيت أشيلهم، لما لبسته شفتهن حلوات باللبس فعفته. بنات هذا السوت اشتريته ب15، والسوت اللي قبله اشتريته ب15. اثنينهم اشتريتهم من نفس المكان، أسعارهم رخيصة لأنه صيفيات وإحنا بآخر الموسم فمسوين عروض، فشفتهم مسوين عروض الملابس حلوة أخذتهم. قماشته خفيفة مثل ذاك وبعد أخف. واشتريت هذا القميص تجي وياه هذه القلادة، هو وياه من نوبي. قماشة حرير أو ستن مثل ما قلت لكم. قماشته كلش خفيفة بحيث كلش مريح. هذا القميص اشتريته ب15. نسقته ويا هذا البنطلون الجينز الكحلي، يجي حلو وياه. ألوانه بالحقيقة كلش حلوة. عندي وياه سترة خضرة، قلت أنسقه وياها، خلينا نلبس السترة الخضرة ونشوف شلون يطلعون سوا. بنات ترى بالحقيقة كلش حلوين دول سوا. هذا القميص بدرجات الأخضر وبهاي الضربات أصفر وبكحلي، ألوانه كلش حلوة ولايق كلش وراهم ويا هاي السترة والبنطلون الجينز. أقدر ألبس وياه بنطلون فاتح أو ألبس وياه هذا الغامق الكحلي أو النيلي، فطالعين كلش حلوين مع بعض. هذه السترة قديمة، الجينز قديم بس القميص اشتريته جديد. يلا نجرب لبسة جديدة، نشوف باقي الملابس اللي اشتريناها. وبعد بنات اشتريت هذا القميص الصيفي الحلو، رحمته ويا هذا الجنس، يرهم ويا هذا الجنس الكحلي، يرهم ويا جنس سمائي، يرهم ويا بنطلون كريمي بني أسود أبيض، كل الألوان ترهم وياه. هذا اللون محايد، ما بيه هواية شغل، الشغل بيه بالدقم، تجي دقمة ذهبية حلو بالحقيقة وحلوات بالحقيقة، وتجي بيه هاي الضربات مال الديور. هي هذه الشغلتين، الفيكة مالته، الردان مالته. ممكن
إنه ننسق عليه فد قلادة ذهبية طويلة يطلع وياها كلش حلو. أوكي، طبعا هو مجعلك لأنه طلعته من الأكياس، بعدني ما كاويته وبعدني ما لابسته وبعدني كل شي ما مسويت له، فمن السوق مباشرة هسه دا أشوفكم وياهن، بعدني ما محضرتهم حتى ألبسهم، فبالكوي أكيد راح يطلع شكله أحلى. ليش ما كويتي ولبستي وطلعتي لنا بفيديو حلو؟ لأنه والله وقتي ما يسمح، يعني إذا أنتظر على ما أكوي ممكن نتأخر بعد أسبوع أسبوعين 10 أيام على ما نسوي الفيديو هذا. بعد شلون ممكن ننسقه تنسيقة حلوة؟ لحظة، ممكن نلبس وياه هذه القطعة الجميلة وراح يطلع بعد أجمل وأجمل وأجمل. نعوفها مفتوحة، ندقمها، صارت تنسيقتنا حلوة. بنات هذا القميص اشتريته ب15، هذه اللي فوقه هذه قديمة من زمان عندي إياها، بس هذا القميص جديد. ننتقل للمشتريات اللي وراها. شنو اشترينا بعد؟ ملابس. خلنا ننتقل للي بعده. بنات واشتريت هذا السوت الأبيض وبهاي النقشة السوداء، يجي قميص بياخه دقم وأكمامة بيها دقم وبنطلونه أسود عريض، مريحات القميص والبنطلون، وسعرهم مناسب جدا، سعرهم 15,000. هسه تقولين وين حصلتي كل هاي الأسعار الرخيصة؟ حصلتها لأن اشتريت بنهاية الصيف. دائما نهاية الصيف يسوون عروض على الملابس الصيفية تكون أسعارها أرخص، نهاية الشتاء يسوون عروض على الملابس الشتوية، وهكذا. أنا انتظرت إنه يصير موسم؟ لا، أنا شفت قطع حلوة بالسوق وعجبني إنه أشتريها فاشتريتها، مو لأنه عروض ولا شي، بس أنا بنفس الوقت أحب أشتري أشياء يكون سعرها مناسب مو أكثر من سعرها. فبنات هذا السوت اللي دا شايفينه قدامكم الجميل جدا والمريح جدا، وبنطلونه مثل ما قلت لكم عريض وأسود، هذا سعره 15,000. كل هاي المشتريات اللي شوفتكم إياها من الملابس هي مشتريتها من بغداد، وبالضبط من منطقة الزعفرانية. بنات يا حلوات، واشتريت هذا السوت اللي لونه كريمي ومطعم بأبيض، قميص شوية طويل ويجي وياه بنطلونه، تجي وياه هاي القلادة، هاي وياه اجتي، هذا شكله وهذا جماله وهاي أناقته. هذا همينه سعره ب15. كل اللي اشتريتهم أشوف سعرهم مناسب جدا 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 بالنسبة لجمالهم وإيش قد ما هم عمليين ومريحين. فهذه اللبسة، هذا بعد سوت. أنا هذا الصيف مكثرة سوتات لأن هسه موديلها دارج. ننتقل لللبسة اللي وراها. هذا قماشته شوية مختلفة عن هذنيكة. شوفوا بنات هسه هو مبين كأنه ما خشن، بس ترى هو مو خشن، هو ناعم القماش مالته. يلا بكل الأحوال ننتقل لللبسة اللي وراها. بنات يا حلوات، واشتريت هذا القميص، هذا لونه كريمي، تجي بياخة، تجي بهذه الأزرار الحلوات اللي على شكل وردة، الشغل مالته بالردان، شوية طويل. تجي بيه المفروض حزام، الحزام مالته هو هذه الخرز، فأنا ما استخدمها حزام لأن تضوجني، صرت استخدمها قلادة وياه، تطلع أحلى من ما أنه هي حزام. شوية طويل، طوله حلو، لا كلش طويل ولا قصير. هذا اشتريته هم ب15. هذا بعد صيفي، قماشته مختلفة عن قماشة البقية. لونه كلش حلو، والدقم اللي وياه منطياته جمالية لأنه حافة الدقمة صاير لونها ذهبي، ما مبينة هسه بالتصوير بس حلوة. بنات هذا مو كل شي، بعد اكو هواي ملابس
ما قدرت أخليها بهذا الفيديو لأن الفيديو صار طويل وما أريده يصير ممل عليكم، فإن شاء الله هذا الفيديو إله جزء ثاني، تابعوني راح أنزله بوقت ثاني. شكرا لكم ولمشاهدتكم، نلتقي بفيديو جاي إن شاء الله، ومع ألف سلامة.